السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل معاكم الرز المعمر. طبعا كلنا بنحبه ومغذي جدا وجميل. هنبتدي نشوف مقاديرنا بقى ايه النهاردة. أنا معايا كوبايتين ونص رز عادي، الرز المصري العادي بتاعنا، مغسول ومتصفي. مغسول ومتصفي مش منقوع، غسلناه وصفيناه في المصفى. ماشي، هو دلوقتي ده الرز مغسول. تمام، معانا كيلو لبن، بس ده مش الكيلو كله، ده نص، عشان بس المساحة للتصوير. معلقة ملح ورشة سكر. تمام، وثلاث معالق دي سمنة زبدة بلدي، 3 معالق كبار. ومعانا معلقتين قشطة كبار او تمن قشطة بلدي. تمام، ومعانا للوش برضك كوبايتين زبادي بلدي اللي هي الصغيرة. طبعا انتوا عارفين ان انا بقلبها على ظهرها عشان اشوف الايه، القعر بتاع علبة الزبادي من جوه عامل ازاي. تمام، وبشيل الوش اللي هو بيبقى من تحت العلبة من تحت عشان بيبقى فيه تراب، او العلبة بتبقى ساعات مش كويسة، فلازم بتتأكدي. دول علبتين طبعا، انا اهم علبتين، علبة اهي وعلبة اهي. هنضربها طبعا بالشوكة بس مش دلوقتي. هنبتدي بقى نعمل مع بعضينا ايه. اول خطوة هنمسك السمنة البلدي دي كده، هندهن ده البرام لو او الطاجن. كنا كمان جايبين معاكم في المشتريات لو فاكرين اول حلقة معاكم. بدهن البرام دوت بالسمنة ومن الجناب كده كده اهو. تمام، بعد ما ادهنه بالسمنة احط الرز طبعا، ويبقى احنا مشغلين الفرن على 180 على درجة يبقى سخن، وهنقول لكم هنسويه مع بعض ازاي. كده احنا دهنا الطاجن، نحط بقى الرز. كده احنا ضفنا الرز اهو. تمام، يبقى احنا اول حاجه عملناها دهنا البرام ده بالسمنه ومن الجوانب، وبعدين حطينا الرز. تمام، بعد كده هننزل باللبن. طبعا ده اللبن نص، هحط دلوقتي يعني اتنين، ده وده هحط كيلو لبن. لو انت عايزاها بالمقادير يعني بالكوبايات، دول كوبايتين ونص رز، هتحط لهم 3 كوبايات ونص لبن. تمام، تزودي كوبايه عن كوبايه الرز. تمام، انا حاطه دول كوبايتين ونص عشان برام ده كبير شويه. لو هما كانوا كوبايتين رز نحط لهم 3 كوبايات لبن. تمام، لبن بلدي يا ريت ويكون بارد. لبن بلدي، اللي هو اللي بنغليه، اللي هو البلدي مش المعلب. تمام، عشان كل حاجه هنا بتعمليها في البرام ده بالذات بلدي، ان كان السمنه او الزبادي او القشطه، بيطلع البرام ممتاز جدا جدا، والارز المعمر بيطلع ممتاز جدا جدا. تمام، هنحط بقى اللبن مع بعضينا كده. هننزل معاكم بقى باللبن اهو كده، ونحط النص التاني. كده انا حطيت اهو الكيلو اللبن. تمام، اهو اللبن متغطي. طبعا بقلبه ليه؟ عشان يمتزج كله مع بعضه، والسمنه كمان دابت اهي صفرا على الوش، مش عارفه باينه لكم ولا لا. رشه الملح والسكر هرشهم كده عليه. تمام، انا بقى ايه اهم حاجه عندي، تدوبيه قوي كده عشان الملح والسكر يدوب فيه، ما يبقاش حته حادقه وحته لا. التيست بتاع السكر، رشه السكر بس عشان تديله طعم متوازن جميل مع بعض. تمام، طبعا بقى اللي بيحب ياكله حلو بيرش عليه سكر بعد ما بيستوي. ده بيتقدم بقى وهو حادق كده، مع فراخ، مع لحمه بالبصل، فراخ بالبصل. تمام، او تاكليه كده عادي، يعني بيبقى وجبه جميله ومغذيه جدا كمان للاطفال. تمام، الطاجن بتاعنا الجميل اهو، قعدنا ندوب فيه. تمام، كده اللبن اهو حطيناه كله. تمام، وحطينا رشه الملح والسكر. ماشي، وطبعا الجوانب دي ندهناها زبده. تمام، دلوقتي احنا ما بنعمل ايه بقى. الزبادي انا ربيته كده، يعني يبقى سايب كده عشان نعرف نوزعه بطريقه كويسه ان شاء الله على الطاجن كله. تمام اهو. تمام، نوزع الزبادي كله. دلوقتي بقى انا اخد القشطه، خدت بقى من القشطه اهو كده اهو، وفتفتها هنا عشان بس اعرف اصور لكم، لان انا مش عارفه اتصور يعني اعمل بايدي. تمام،
كده اهو. ثواني هعملها لكم بقى ايه عشان بقى بصور بايد واحده معلش. تمام كده نوزع الايه القشطه كده اهي في كل مكان اهي. تحطي القشطه بقى على الوش في كل مكان، ما تتقلبش تاني بقى. تمام كده احنا حطينا القشطه ووزعناها كويس. تمام ونسبه الدهن السمنه او القشطه على حسب الرغبه، بس طبعا ده الظبط بتاعه اللي هو يطلع يعني فوق الرهيب والله. تمام دي بقيه السمنه اللي احنا محضرينها، الزبده قصدي. توزع كده ايه في كل مكان كده بس كده زي الفل. تمام هنعمل ايه بقى؟ هنسيبه لمدة 60 دقيقة ساعة منقوع، نغطيه وهنسيبه. وبعد كده نحطه في فرن درجة حرارته عالية. تمام هنحطه في الاول في الشواية من فوق، ايوه الشواية من فوق مش هنحطه من تحت. هيروح الزبادي والقشطة والسمنة تدي وش جميل، وبعد كده ندفع الشواية ونولعها نحطه في الفرن درجة في رف اوسط اللي هو فرن سخن. هيبقى هنولع بقى من تحت ايه رف اوسط على درجة حرارة 180. تمام هيستوي بقى من تحت وهنطلعه لكم نقدمه لكم. يبقى زي ما احنا قلنا نعيدها تاني. هنولع الشواية الاول ياخد وش، وتابعه طبعا هياخد وش، عشان انا لو سبته دخلته في الوسط الاول وبعد كده طلعته على الشواية فوق الوش ده هيبقى ناشف، فاحنا عايزينه كريمي وطعمه حلو. خلاص يلا بينا بقى نسيبه يتنقع ساعة وبعد كده ندخله الفرن. كده بقى ده الشكل النهائي اهو، قربهولكوا اهو يا سيدي على الجمال والحلاوة. سخن مولع لسه خارج من الفرن حالا. يا رب يكون عجبكم طاجن الارز المعمر، وهو وجبة مفيدة جدا ومغذية. بصوا بقى وشه الجميل الكريمي. هقطع لكم بقى منه دلوقتي واقدم لكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويا رب يكون عجبكم. طريقتي كانت سهلة عليكم. هوريهولكوا دلوقتي. نفسي اوريهولكوا بقى وانا لسه يعني بشيله بس عشان بصور لوحدي. بصوا بقى الرز مفلفل ازاي. بصوا بقى الوش الكريمي القشطه بقى والسمنه، مش قادره اوصف لكم على جماله ولا طعمه. انا اكلت دقت منه رهيب والله، جميل جدا فوق ما تتخيلوا. بصوا الجمال. يا رب اكون نال اعجابكم واشوفكم على خير في وجبه جديده. والطاجن الجميل بتاعنا بصوا اهو من جوه ومفلفل وجميل اهو وكريمي. واشوفكم على خير ومع السلامة. باي باي.